يا أهلا بيكم. خلونا بقى نروح لفنيات تحليل السلوك التطبيقي. أول فنية من هذه الفنيات هي تحليل المهمة. يعني إيه؟ يعني بنقسم السلوك أو المهارة الكبيرة اللي عايزين نعلمها للطفل لمجموعات أو لمجموعة من الخطوات الصغيرة الواضحة. طب إيه الهدف؟ علشان نخلي الطفل يتعلم كل خطوة لوحدها لحد ما يقدر يعمل السلوك كله بشكل كامل. يعني هنعلم الطفل كل خطوة لوحديها لحد ما يبقى حاسس ان هو خلاص بالنسبة له عرف ينفذ هذا السلوك. تعال نضرب مثال. لو عايز اعلم طفل يلبس الجاكيت، في الفنية الخاصة بتحليل المهمة بعمل ايه؟ اول حاجة يمسك الجاكيت، 2 يفتحه، 3 يدخل ايد واحدة او الايد وبعدين ايد التانية وبعدين يحط الجاكيت على ظهره، يقفل السوستة. كل خطوة هنعلمها للطفل على حدة، يعني كل خطوة من الخطوات دول هيبقى ليها وقت معين في تعليمه للطفل لحد ما يتقنها ويكتسبها. الفنية التانية هي التسلسل. يعني ايه؟ يعني نربط مجموعة السلوكيات او الخطوات الصغيرة اللي اتعلمها الطفل علشان يقدر ينفذ مهمة كاملة. وقال لك في 3 انواع من انواع التسلسل. التسلسل الامامي، نبدأ نعلم الطفل اول خطوة وبعد ما يتقنها نضيف اللي بعدها وهكذا. طيب مثال، يغسل عشان نعلمه انه يغسل ايده. في التسلسل الامامي نعلمه يفتح الحنفية، بعد كده يحط الصابون، بعد كده يفرك ايده. التسلسل الخلفي لا، بنعلمه اخر خطوة في السلوك وبعدين نرجع خطوة تاني. تعال نضرب مثال. عايز اعلمه ازاي يلبس الشراب. نحط الشراب على رجله، يعني يبدأ يدخل الشراب جوه كده، احنا ندخله الشراب في رجله ونسحب الطفل يكمل اخر خطوه بشد. يعني نقول له كده انت دخلت مثلا ايه اول جزء في الشراب، قول له شد بقى الشراب عليك. بعد كده نعلمه بقى يدخل رجله وهكذا. التسلسل الكامل، نعلم الطفل كل الخطوات في نفس الوقت ونساعده في اللي مش قادر يعمله. التلقين او الحث، يعني بندي الطفل مساعده او تلميح عشان يفكر يعمل السلوك المطلوب. في انواع للتلقين. التلقين اللفظي، مثلا نقول للطفل قول شكرا، اضرب كف لعمه، مش تفه على عمه، لا اضرب كف لعمه. 2، تلقين بصري، توري له صورة طفل بيغسل سنانه. تلقين إيمائي، إيمائي كده بالإيماء، تشاور على الكوباية عشان يعرف يشرب، تبدأ تشاور له على الكوباية. التلقين الموضوعي، تحط الفرشة قدامه على الترابيزة عشان يلاحظها. 5، النمذجة، من ضمن برضو الجزء الخاص بالتلقين، يعني تعمل السلوك قدامه هو يقلدك زي ما توريه ازاي يركب البازل. 6، تلقين جسدي، تمسك ايده، تاخد بايده وتساعده يمسك المعلقة وياكل بيها. الفنية اللي بعدها التخلص من التلقين، ان الطفل يقدر يعمل السلوك من غير ما يحتاج مساعدتنا. يعني بنقلل التلقين تدريجيا لحد ما يبطل يعتمد عليه ويبقى مستقل مع ذاته. مثال، في الاول نمسك ايده علشان نساعده يلبس الحذاء، بعدين نخليه يجرب لوحده مع تلميح صغير، بعدين من غير اي مساعدة. 5، التشكيل. يعني ايه التشكيل؟ بنكافئ الطفل على كل محاولة قريبة من السلوك الصحيح لحد ما يوصل للهدف النهائي. تعال نضرب مثال. لو عايزين الطفل يقول ماما، اول مرة يقول ما، نكافئه، بعد كده ما وهكذا لحد ما يتقن الكلمة كلها. 6 فنية هي التعزيز الفارقي. يعني ايه؟ يعني نكافئ سلوك معين ونطنش سلوك تاني. في انواع من التعزيز الفارقي ده. اول نوع هو تعزيز سلوك بديل، نكافئ الطفل لما يستخدم كلمات بدل ما يتضرب. 2، تعزيز انخفاض السلوك، نكافئه لما يقلل من صوته العالي. 3، تعزيز عدم حدوث السلوك، لو الطفل مر عليه وقت معين من غير ما يعض نكافئه. 7، فالنية السبعة يعني التعميم، يعني الطفل يقدر يطبق اللي اتعلمه في مواقف مختلفة ومع أشخاص مختلفين. مثال، الطفل اتعلم يقول سلام في الجلسة، بعد كده بدأ يقولها في البيت وفي المدرسة. 8، وآخر فنية معانا
النمذجة، يعني الطفل يتعلم من خلال الملاحظة والتقليد. وفي نمذجة حية، يشوف شخص بيعمل السلوك قدامه زي الأخصائي لما بيغسل إيده فهو يتعلم زيه. وفي نمذجة الفيديو، يشوف فيديو الطفل بيحط هدومه في السلة بعد ما بيغير هدومه. خليني أقول لك الخلاصة ونعمل لك تلخيص كده للفنيات اللي اتكلمنا عليها. أول فنية تحليل المهمة، احنا نقسم السلوك لخطوات صغيرة زي لبس الجاكيت. 2 التسلسل، نربط الخطوات لتكوين مهمة زي غسيل الإيدين. التلقين، نقدم له مساعدات لتنفيذ السلوك سواء كان تلقين لفظي أو جسدي. التخلص من التلقين إن احنا نقلل المساعدة تدريجيا، مساعدة ثم استقلالية. تشكيل، تعزيز المحاولات القريبة، نطق ما. تعزيز الفارقي، تعزيز سلوك معين وتجاهل، نبدأ نعزز سلوك شفناه ونتجاهل سلوك آخر، يعني نكافئ على الكلام بدل الصراخ. 7 التعميم، نقل التعلم لمواقف نقل التعلم لمواقف جديدة، وهنا بنستخدم المهارة في البيت. 8 النمذجة، إن احنا نتعلم بالتقليد، إن هو يشوف فيديو أو حد بيعمل السلوك. الفصل الثاني كده كله خلص، إن شاء الله نروح للفصل الثالث في مادة تحليل السلوك التطبيقي، أساسيات تحليل السلوك التطبيقي. السلام عليكم.